معجزات جسم الإنسان. هيا بسرعة تعالوا في الحال قبل بداية الإرسال. قولوا للحاضر والغائب هيا إلى كوكب العجائب. يا جماعة ردوا عليا بقى، معقول فريد كل ده مغمى عليه؟ طيب هحاول أشتغل في اللوحة تاني بقى بعد ما اتبهدلت. معقول هلحق أخلصها قبل الميعاد؟ أيوة، ههدي أعصابي وأركز كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وادي أول قطعة. ياه، اللوحة باظت تاني. ألو، أيوة مين؟ أنا فراولة يا فيروز. عملت إيه في اللوحة؟ يا ستي إيدي بتترعش جامد واللوحة بتبوظ. ده أكيد بسبب توتري. فمش قادرة تتحكمي كويس في عضلات الصوابع. لازم تهدي أعصابك وترتاحي. ما هو مفيش وقت يا فراولة، مالها أعصابي، أنا كويسة. دكتور توفيق قال لي وهو بيعلمني إزاي أعمل بشاميل من غير ما إيدي توجعني إنه أعصابنا هي اللي بتدي أوامر لعضلاتنا عشان تتحرك. بس أنا مش محتاجة أمشي وأجري يا بنتي، دي إيدي وصوابعي. أيوة، ما هي إيدك عشان تعمل حركة دقيقة زي لزق قطع الفسيفساء الصغننة دي محتاجة رسالة عصبية توصلها من المخ عن طريق الأعصاب. فلما بنتوتر ونقلق الرسالة العصبية دي أثر مش بتوصل مظبوط لعضلاتنا. سبحان الله. طيب كل ده بيحصل عشان أعمل حركات صغيرة كده؟ ماشي، حاضر. أكيد التوتر هيروح لما نطمن على فريد وسفروت والسباق. صحيح، أنا نسيت أقولك فريد بقى كويس بس مش هيقدر يدخل السباق. طب هنعمل إيه في الحلقة؟ ده احنا أعلنا للناس خلاص. لازم نشوف حد تاني يمثل كوكب الأرض في السباق. أنا عرفت مين اللي ممكن يمثل كوكب الأرض في السباق. عجيب كوكب العجايب. عرفت يا اسطى شرشر هتعمل ايه؟ عيب عليك يا سفروت، تطمن. لو كنتوا بس سبتوني نايم نص ساعة كمان فوق 35 ساعة اللي نمتهم، حرام عليك. يلا بسرعة، صفارة البداية قربت. فراولة، فيروز، انتوا معانا؟ أيوة، أنا فراولة معاك، وفيروز عندي بتعمل اللوحة بتاعتها، وأنا بعمل لكم البشاميل عشان تاكلوا معانا مكرونة بالبشاميل. زي ما انتوا سامعين يا أصدقائنا، السباق بدأ، وسط شرشر بدأ بداية قوية، بقى في المركز الثالث. شرشر بقى في المركز الثاني. برافو، بقى في المركز الأول. ايه ده؟ هو ايه اللي حصل له؟ ده قاعد على جنب. يمكن بيستريح شوية. ازاي بس؟ اللي بعده هيسبقوه. يلا يا اسطى شرشر. نام؟ ايه؟ لا الفسيفساء باظت. ياني البشاميل فايكة. عجيب كوكب العجايب. ما كفاية كده النهاردة يا فيروز، أنا تعبت أوي. فعلا، يا ريت نكمل وقت تاني. كفاية يا فيروز، أنا إيدي وجعتني من كتر البشاميل اللي قلبته. يا فيروز، كفاية كده شغل في لوحة الفسفوسات دي. أنا أصلا عايز أنام خالص، أنا تعبت جدا النهاردة. انتوا ناسين إن أنا كنت في سباق صعب. ونمت في نصه وضيعت علينا الفوز. مش انتوا اللي قلتوا ده سباق 5 متر بس؟ جريتهم وريحت. يا جماعة لازم تكملوا معايا اللوحة عشان ألحق أسلمها بكرة. وما تخافوش، أسماءكم كلكم هتتكتب على اللوحة معايا. عجيب كوكب العجايب. ألف مبروك يا فيروز، انتي وكل الفنانين اللي شاركوا معاكي في اللوحة. إدارة المعرض قررت إنها توديكم رحلة وتعرض لوحاتكم هناك. شكرا لحضرتك قوي، شكرا بجد. يا ترى الرحلة فين؟ أيوة فين؟ كوكب العجايب، وهنخلي أسطى شرشر يوصلكم بالتوك توك الفضائي بتاعه.